لعشاق التحليات الرمضانية اليوم جبت لكم واحد التحلية تقطر في البنة، راح ديروا بها حالة في شهر رمضان الكريم. قبل ما نبداو في وصفتنا نهار اليوم ما علينا الا نصلوا على النبي عليه افضل الصلوات والسلام، ونبداو مقادير وصفتنا لنهار اليوم. بسم الله. عندي باكي ونص بسكويت تاع القمح، هذا رخيص او يتباع، ولا ما عندكش تقدري تستعملي بيمو، باكي تاع بيمو عادي. هكا نرحيوه، البيمو ما يترحاش فاسيلمون، ترحيه بالروبو. انا رحيته غير بيديا هكا. بعد ما ترحالي مليح درت 5 ملاعق زبده او ماغارين، نبسسهم مليح هكا بهاد الطريقه حتى تدخل الزبده نتاعنا في الحبيبات البسكوي اللي عندنا النهار اليوم استعملت لكم الاناء هذاك الدائري تاع السيرسو. تقدروا تستعملوا السيرسو وحده بدون الصحن، انا هنا كان متوفر عندي هذا، وراح تجيكم تحليه بريزونطابل هكايا. بلا ما تنسوا لي لايكاتكم وتعليقاتكم محفزه. اللي دخلت اول مره لقناتي نقولها مرحبا بك اختيتو، منوره القناه هكا. هاوليك المول تاعي استعملت فوق الصحن هذاك باش ما يسيحليش لا كريم اللي حنديرها، ودرتو بابي فيل هكا. نفرغو في المول نتاعي هكا، ونحاول نبسطو بالملعقه باش يتزير معنا، باسكو هذه المرحله جد مهمه. ولكن عندكم سيرسو وحده ديروه في بلا صحن وتطبقوا العمليه هذه، اكيد ماش راح يخرج لكم، سورتو لا كانت طبقه البسكويت نتاعكم تجي عاليه، راح تفرغوا الكريمه ماش راح تخرج لكم. هكا نحاول نضغط بالكاس اللي عندي بهاد الطريقه هكا، تضغطي مليح باش يحكم روحه. وفي هذه المرحله نروح نديرو في الفريجيدير يبرد لي. المهم في وصفتنا لازم تبرد وتتماسك. هنا تقدري لا كنتي مزروبه ديها في الكونجيلاتور حوالي ربع ساعه وتنحيها، ونجوزو لا كريم تاعنا. هاد لا كريم بزاف بزاف بنينه في التحليه نتاعنا. عندنا لتر من الحليب، 2 باكيات فلون فانيلا بذوق الفانيلا، نفرغهم في 1 لتر من الحليب هكايا. في الكريمه نتاعنا انا ما نستعملش السكر، لان الفلون راهو فيه كميه لبس بها من الحلاوه. انا دائما نحاول نقص السكر قد ما نقدر في التحليات نتاعي. هنا نجوزو نديرو المايزينا 3 ملاعق كبار يكونوا بومبي، نخلطهم هكايا ونحطهم فوق النار يغليو بالتحريك المستمر. لازم تنحيش يدك باش الكريمه نتاعك راح تجيك ليس وكريميه كيما يحب الخاطر. هكا تبعوا الفيديو الاخير باش تنجحوا في التحليه نتاعكم، تبعوا كامل لي زيتاب اللي ندهم لكم، اكيد راح تنجحي فيها. هاي ليك بعد ما نحيتها استعملت 2 علب كريم ديسير تاع الشوكولا، راح تعطينا واحد البنه. هنا التحليه تاعي تشبه هادوك لي تشيز كيك الكريمه هذه. هنا باش السر تاع الكريمه نتاعك تجيك خفيفه وهيله وبنينه، ماش حيفرقوا بين التحليه والتشيز كيك. استعملت ملعقه كريمه الشونتي، ونجيب الميكسور نتاعنا باش نحلحلها مليح وتتجانس معنا وتولي ما فيهاش كامل حبيبات وتضمني باش تجيك كريميه. هنا لازم تستعملي البغا ميكسور، ولا ما عندكش تقدري تستعملي الطاس اللي يرحي عادي جدا. هاي لك القوام نتحصلوا عليه، راكم تشوفوه خفيف وتقولوا كي نفرغوه في فوق البسكوي اللي درناه تخافوا يسيح لكم في الجوانب، مش راح يسيح لان راهو يبان لكم بما انه هذا كان في الفريجيدار راهو متماسك هكا. هنا بعد ما نفرغوا نخليها
تبرد شويه فوق البوطاجي، من بعد نديرها في الفريجيدير تبرد حوالي 2 سوايع الى 3. هنا استعملت شوكولا نوار، هذيك طابليطه الشوكولا اللي تباع هكايا. ذوبتها، درت لها ملعقه نتاع زيت وفرغتها فوق الطبقه الثانيه. هنا عندي لافخاز اختياري، اللي حب ديرو، اللي ما تحبش تستعمل تزين بواش عندها هكايا. استعملت انايا لافخاز هذه، قطعتها اون دو ودرت لها هذاك البابي الذهبي كتزيين اختياري. سورتو شهر رمضان نحبو دائما نجدو في التحليات. جوك رمضان حبيتي ديها في يدك هكا خرجه خفيفه، والله العظيم تجيك هايله. هنا باش نحيها تقدري كيما نقولوا تسخني منديل وتواسيه في الاطراف، ولا عندك الشانيمو هذا تقدري ديريه. شوف كيفاش جات ما شاء الله، تشهي يعني شهيتكم في الجنه وبنعيمها. تجي شكل بزاف بنين، شكل بزاف بنين شكل رائع وبنه، وش نحكي لكم خفيفه هايله هايله هايله. شوفوا شهيتكم في الجنة ونعيمها، ما عليكم إلا تجربوا الوصفة نتاعنا. يعني دايما نحاول نجيب لكم الوصفات الاقتصادية واللي تقدروا تحضروها في داركم، ما تجيش كومبليكي، سهلة هكا. نبدا نقطعها، شوف كيفاش نقطع الشوكولا راح تجمد معانا. نحاول نوسيها نطيها غير من الفوق باش تقدر تقسم لنا فاسيلمون. وللامانه هنا ما خليتهاش كامل تبرد بزاف، غير بدات تحكم لي باش نصور باش نحط لكم الفيديو هكايا. قد ما تبرد قد ما تقعد من فوق 5 سوايع راح تجيكم حكمه، وهذاك البسكوي ما يتفتتش معاكم وتجيكم ولا اروع. شوفوا انا هنا ما خليتهاش تبرد بزاف، بصح تحصلت على المطلوب هكا. خلوا لي تعليقاتكم في الفيديو، قولوا لي واش من الوصفات اللي تحبوا نزيدو نديرها لكم. انا راني معوله باذن الله ندير لكم اطباق رمضانيه ان شاء الله يا ربي. حبيت التفاعل نتاعكم في القناه، يهمني دايما بارطاجي، ودايما خلوا لي لايكاتكم، اضربوا طلع القناه اللي ما يوصلها الاشعارات مع العائله تلغي الاشتراك وتفعل الجرس وزيد تضغط على لايك هكا باش يوصلها كل جديد. شوفوا كيفاش راهي معانا، شوف كيما قلت لكم هايليك خفيفه بنينه، يعني عجبت كامل العائله نتاعي. ما عليكم الا تجربوها، ونخليكم في وصفات جديده باذن الله المستعان. تهلاو لي في روحكم وفي صحتكم، وسلام الله عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.